السلام عليكم، مساء الخير حبايبي. والله يعطيكم العافية إن شاء الله. يعني جاني موضوع في بالي كده، تطرقت فيه وحبيت أشارككم في نفس الكلام هذا اللي أنا شايفه أو بسمعه عن البيت والزوج والزوجة أو الأخ والأخت في البيت. تمام؟ يعني في ناس بيقول لك أنا أشتغل، أنا بصرف، أنا أبغى أسوي. طب الآن الحرمة بتشتغل وبتصرف وبتسوي، طيب مين فضل في البيت؟ البسورة والعيال. تمام؟ إذا كانوا صغار مين حيمسكهم غير الأب والأم؟ ما في. تمام؟ وفي بعضهم ما عندهم لا دادات ولا شغالات. فمين مسؤول على البيت هنا؟ على ترتيبه والطبخ والنظافة وكل شيء. لازم المفروض يكونوا الاثنين، الزوج والزوجة. الزوجة إذا ما تشتغل زوجها يساعدها في البيت. مو عيب يا أخي، والله مو عيب. اثنين، بعض الأزواج يقول لك أنا طباخ شيف، إذا خرج مع أصحابه ولا راح استراحة ولا راح سكن في فندق كم يوم مع العيال يطبخ لهم أحلى طبخ. لكن إذا وصل البيت والله بيض مسلوق ما يسوي. ليه؟ يقول لك أنا رجال البيت. لا والله عيب، والله عيب. وأنا أقولها، اللي ما يساعد حرمته أو أخته في البيت يا أخي كتر الله خيرهم، ماسكين البيت من وإلى. يعني أنت حتى مخدتك والله هم بيرتبوها لك عشان تنام مظبوط. فمساعدة الزوجة ولا مساعدة الأنثى في ترتيب البيت وتنظيفه، غير المصاريف. أنا ما أتكلم ما لي صلاح في المصاريف، أنا أتكلم في البيت نفسه. اللي يرتب البيت ويساعد أهله في البيت وينظف ويكنس ما فيها شيء يا أخي، والله مو عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الشيء هذا وبيساعد زوجاته، فمو عيب. والشيء هذا مرة حلو، وأنا من الناس اللي والله العظيم أفتخر بالشيء هذا إن أنا أسويه في بيتي. بالعكس، أنام وأنا مبسوط وبيتي مرتب وبيتي كذا يعني